بلادهم هما بيناتهم مش متفاهمين. هما انا ما نحكيش هاد الدول بيسك هادو الحكومات، انا من المروك للعراق مانيش سامع فيهم، مانيش دايرهم في راس. انا كجزائري نحكي انا جزائري، مانيش سامع بالدول هذا. انا نحب الشعوب، نحبك انت مغربي خويا في الله، سوري خويا في الله، تونسي كاع. انا كونطر هاد المشاكل وتسبني ونسبك والخرطي وكذا هكذا خويا سوري. وفلسطينيين بيناتهم مش متفاهمين، هما عنده حزب فلان وحزب فلان وفلان، هما بيناتهم مش متسقمين. واسرائيل نحبو ولا نكرهو، هما اللي يجيروا فينا. حنا ما نعرفوا والو، حنا ما نعرفوا ناكلو، ما نعرفوا نلبسو. حنا كلش يجينا، كلش يجي في لي كونتينال والبوابر. حنا الشعوب كاع تما الشعوب كيما قبيله كنت تحكي نتاع الخضره والفاكهه والزراعه وكذا، حنا ما نعرفوا والو. حنا نعرفو ناكلو تلحقنا الماكله، نعرفو نلبسو لبستهم، ناكلو ماكلتهم، كلش يجينا اعطيني حق هكذا. الرد كمال. تفضل تفضل ليك كان. دقيقة برك نزيد نعاودها له بالك ينساها. حنا 10 سنين إرهاب، ما خرجناش من الجزائر، والناس كانوا يقولوا لنا حنا إرهابيين وكانوا ما يستقبلوناش. دقيقة برك اللي راك فوقي خويا. مواطن قطع الصوت، خلي بلاتي خليهم. نعم. حنا 10 سنين حنا في قتال، عشرية سوداء. حنا ما خرجنا من بلادنا، ما هربنا من بلادنا، ما قدرنا نسانا يشدوا طاسات ويطلبوا في البلدان. ربيل بدون باش ربيل، ما انا يهدرش برك غنقطعك يقول هنا لك الناس تختار وما اصبر ربيل. ربيل والله خويا دقيقة. وانا غير نقول لك، انا غير اسمع، انا غير نقول لك. حنا هنا اسمع، حنا هنا بدون تجريح. اذا شفنا الاخ السوري لاجئ فهو لاجئ حرب، واذا جينا للتجريح نشوفوكم انتم لاجئين الجوع في اوروبا. السوري لاجئ حرب، السوري لاجئ ظلم، السوري لاجئ العدوان اللي تعرض عليه من طرف المؤامرات الدولية، ربما حتى النظام الجزائري. ولكن 7 المليون ديال الجزائريين لاجئين في أوروبا، لاجئين من أجل ماذا؟ لاجئين من أجل الجوع. لا، هل عندكم حرب باش يكونوا لاجئين في اوروبا 7 المليون؟ لذلك بدون استعمال التجريح، ربما السوري غادي يجرحك بزاف، حيت السوريين راه شعب ذكي وعنده الطرق ديال الاجابه وكيتعاملوا مع هذا الكلام هذا. حنا بغينا يكون النقاش في اطار الاحترام. السوري لا دخل له بالعشريه السوداء، السوري لا دخل له بجرائم بجرائم جنرالة فرنسا في حق الشعب الجزائري. حنا براسنا رحنا ضد ديك الاعمال اللي قام بها النظام في حق الشعب الجزائري. حتى السوري ضد ديك ولو كان مشيتي عند السوري استضافك بصدر مفتوح. لذلك ما تجرأ بها. راه السوريين لاجئين ديال الظلم، واي دوله كيتعرضوا للظلم كيوليو فيها لاجئين. خاصهم السلم، هم مع السلم والسلام والوحده. نعم. لا معليش انا برك نقول، انا باش حبيت نقول لهم خلي الاخ السوري يرد. ربيل خلي الاخ السوري يرد. اول حاجه عزيزي قال لك عن العشريه السوداء. وهل العشريه السوداء عندهم في الجزائر تقارن بالحرب السوريه؟ تقارن بالحرب الطاحنه اللي عندنا؟ طيب دقيقه راح اعطيك معطيات يا اخي العزيز، وانا ما راح اجرحك. أول حاجة، بشار الأسد جيشه كان الجيش الثاني عربيا في 2010 بتعداد ما يقارب 200 ألف عسكري. ثالث حاجة، جاب 66 ميليشيا شيعية، شيعة العراق، شيعة لبنان، شيعة باكستان، شيعة أفغانستان، والحرس الثوري الإيراني. وجاب الجيش الروسي اللي هو الثاني عالميا بطائراته ودباباته، كله مقابل شعب أعزل لم يدعمه بالسلاح أحد. هذه نقطة. استخدم السلاح الكيماوي والأسلحة العنقودية والكلور والأسلحة المحرمة دوليا. وجاب تنظيم داعش أيضا كان تابع لبشار وضد السوريين. أنت تقارن العشرية السوداء اللي قتل فيها نظامك شعبه بالميليشيات والجيوش التي جاءت لتحارب سوريا؟ يا سيدي نحن نعم لاجئين وتشردنا، هذا صحيح، هذا أمر الله عزيزي، لأن الدول كلها تحاربنا. إسرائيل بنفسها قالت الأسد يجب أن يبقى لأنه هو من يؤمن لنا حدودنا، وعلى لسان المتحدث بالخارجية الإسرائيلية، والفيديو موجود عندي إذا تحب أصيفته لك. هذه نقطة. نعم عندنا نحن 13 مليون سوري خارج البلاد،
واحسبهم كما حسبت متشردين أو شو ما بدك سميهم. لكن تكلم عن نفسك أنت يا عزيزي، نحن لاجئين حرب، أما أنت عندك 7 مليون، ولحد هذا اليوم بلادك يحرقوا بالبحر ويموتوا في البحر هربا من الجزائر، أم الثورة، أم الثروات وأم الغاز وأم النفط والقارة الكبيرة والقوة الضاربة، شعبها يفر منها من الجوع. تكلم عن الطوابير عندك، عرفت؟ لا تجي وتكلم وتحط عليه اسقاطات. هذه فقط عندك 7 مليون جزائري في فرنسا، ما عديت لك باقي الدول الأوروبية الموجود فيها جزائريين بالآلاف. عرفت كيف؟ لا تجي وتسقط علي. طيب أنا لاجئ حرب، أنت لاجئ جوع، يعني أنت لاجئ ذل وأنا لاجئ بكرامتي. أنا حاربت الدول كلها، العالم كله يحارب ضدي. أنت مين حاربك؟ حاربك نظامك بالعشرية السوداء. شفت جاك إيراني ولا جاك روسي ولا جاك أفغاني ولا جاك شيعي يقاتل في بلدك؟ حبيبي نحن العالم كله التم علينا وجيراننا كلهم اجتمعوا علينا. لا تيجي تنزل علي اسقاطات وهذا الكلام المعسول وتدير لي فيها انه نحن الرجال وما هربناش من بلدنا وما بعرف شو. في 2015 شكرا الاخ سوري. كمال باش بحيث هو راه ربما تحتاج المعلومات منين غادي يطرح عليك بعض الاسئله هو كجزائري. ربما توفر المعلومات افضل، ربما يبغي يطلع جزائري يبغي يقصف فيك، خلي يوفر المعلومات افضل. يعني الجواب كان الاخ الجزائري ربما تعزل المصطلحات اللي كتكلم بها مع واحد الشعب اللي هو ذكي واللي كان مصنف من اذكى الشعوب العربيه. الشعب السوري واحد الشعب اللي هو مثقف كثيرا، فلا تستحمر عقله ولا تقم بالقذف لانك لن تستطيع تحمل ما يقوله. تفضل. السلام عليكم مواطن. خلي بعدا نكملوا هذا الشيء، وحنايا حنا كمسيرين اللايف، حنا موالين اللايف. حنا بالنسبه لنا انا ما عنديش مشكل. شوف انا ما عنديش مشكل تربطوا القضيه الجزائريه وعلاقتها بالمغرب، القضيه الفلسطينيه وعلاقتها بالمغرب، القضيه السوريه وعلاقتها بالمغرب، وحتى اي دوله. انا مستعد نعطي اجابات على بلادي وماذا يقدم المغرب وما هي نوايا المغرب وما هو كل شيء. انا ما عنديش مشكل توجهوا لي اسئله انايا. تفضلوا. تفضل. بس اعطيني مداخله مع هذا الجزائري اللي بيقول الفلسطينيين بيناتهم مش متفاهمين. انا اتفق معك، ولكن فلسطين ليست قضيه الفلسطينيين وحدهم يا صديقي. فلسطين ليست قضيه الفلسطينيين وحدهم. اذا كنت قادر تساعد بشار الاسد بالطائرات فسوريا هي حدود فلسطين. لماذا لا تحاربون في فلسطين؟ ما الذي يمنعكم ان تاتوا الى فلسطين؟ تفتخرون بالاس 300 والاس 400، لمن هذا السلاح الذي تمتلكه الجزائر؟ علاش غير الجزائري عندها سلاح؟ اسمعني، انا بعرف انه في نظام قطر ما عندها سلاح، سوري كاع كاع العرب عندهم سلاح. العرب كومبلي. ما تبداش زعما تقول لي سوريا. شوف العرب من العرب بكري خوانا خويا بكري. لو سمحت نقول لك حاجه مصر عندها سلاح، السعوديه عندها سلاح، الجزائر عندها سلاح، المغرب عندها سلاح. الفلسطيني خلي اعطيني بس دقيقة شوف دقيقة فلسطيني مغربي. اسمعني باش انا ماذا بيا. شوف انا ماذا بيا نزيد المغربي خويا كمال الجزائري. كمال ما عنديش. اسمع كمال الله يحفظك. انا غادي نزيد مساعدة لك، غنزيدك واحد. الله يحفظك. دقيقة كي نحكوا كي نهضروا ماشي لازم نضربوا. تمام، ولكن دعني اكمل كلامي. كمان بالله عليك 30 ثانيه. خليني نهضر. تهضر ما تحبش. خليني نهضر يا حبيبي بس 30 ثانيه وخذ المايك يا استاذ. الله يحفظك. دقيقة باش ما تهربليش برك الاخر. الله يسترك. دقيقة كي نكونوا نقصروا ماشي لازم نضربوا ولا تسبني ونسبك. هذه وحدة. حاجة دوزيام بداها كاع العرب، الرئاسة هادو الحكام هادو بالمماليك وبالجمهوريات كاع عندنا سلاح. السلام عليكم. خويا اسمح لي برك. المشكل سلاح هذا كاع العرب هادو ما خلاونا يشرو سلاح وحنا بيناتنا نتاكلوا الشعوب. هكذا دوك الفايدة تاع السلاح هذا لمن؟ اليوم يشرو فيه كاع العرب ماشي غير الجزائر. هادي السانسو واسكندر العرب كومبلي عندهم سلاح. الفايدة تاع السلاح هذا اللي عند الحكام تاع العرب واش من الفايدة ديالو؟ كاع
كاع ماشي غير الجزائر كاع. انا غادي نعطيك واحد المثال، وغنقول لك بان العرب استعملوا سلاحهم من اجل فلسطين. مثلا حرب الثأر العربي ديال 72، مصر وسوريا والمغرب قاموا بالهجوم على اسرائيل. لماذا الجزائر لم تستعمل سلاحها مع هؤلاء العرب رغم انها كانت حرب الثأر العربي؟ جاوب الجزائري عصام ولا رابيل؟ اللي عنده الجواب يجاوب. عاود لماذا قلت لك الشعوب العربية من بينها مصر سنة 1972 الحرب الثأر العربي اللي داروه العرب على القضية ديال محرقة فلسطين، محرقة القدس، كانت شاركت مصر وشاركت سوريا وشارك المغرب في الحرب الثأر العربي، وكانوا أدوا هزيمة نكرة بالجيش الإسرائيلي. لماذا الجزائر لم تستعمل سلاحها رغم أنها كانت عندها طائرات السخوي الروسية كما فرنسا؟ لماذا الجزائر لم تستعمل سلاحها؟ شحال ماتوا الجزائريين في فلسطين كي راه ما كي كان بومدين؟ شحال من جزائري مات؟ ما عندكش معلومة؟ 73 ما عندكش معلومة؟ لا ما قلنا الجزائر اصلا لم تشارك في حرب اكتوبر. لا ما شاركتش لان الهواري بومدين سميت حرب اكتوبر، بدات بدايه اكتوبر وانتهت نهايه اكتوبر. لكن النظام الجزائري لما كانت الحرب ديال الثأر العربي اخرج مرسوم بانه لن يقوم بتسليم الغاز والبترول للدول التي تدعم اسرائيل. لذلك حنا شفنا الدول العربيه كلها كانت مع فلسطين، والنظام الجزائري أرسل كتيبته حتى 29 أكتوبر، والمسيرة بين فلسطين وبين الجزائر مسيرة 6 أيام حتى يصل جيشكم. يعني حتى لو كان وصل هذا الجيش من 29 غيوصل حتى ال5 شتنبر، يعني انتهت حتى ال5. حبيت تقول الجيش تاع الجزائر ما شاركش في الحرب في فلسطين؟ لم يشارك أبدا. ما كاش منها، ما كاينش. ما اعطيني قلنا ضحاياكم اين دفنوا. لما نتكلم لك انا على ضحايا المغرب غادي نقول لك اللي طاحوا ضحايا شهداء المغرب في الجولان على الطائرات الاف 5 الامريكيه والطائرات الميراج الفرنسيه. كاينين عندنا شهداء 287 شهيد هم مدفونين في مدينه القنيطره بسوريا على لسان السوري. احنا عندنا مقبره القنيطره في سوريا فيها شهداء مغاربه سقطوا في حرب الثأر العربي. اين هم شهداؤكم؟ اين دفنوا شهداؤكم؟ وماذا سميت الحرب التي شارك فيها شهداؤكم؟ على الاقل بان المغرب صنفوا مشاركته بالمشاركه الرمزيه فقط، ولكن الهزيمه كانت شارك. لباك وين تشاركوا الحرب المغرب نورمالمون دوكا كي باش نهضروا ديك، فباك فاش شاركوا في 6 مليليه. نتوما الحرب في المروك ما ديتوش الارض ديالكم يا خويا، دوكا تهبل فيا. روح حارب دابا حنا اسبانيا، الجزيرات هذوك اللي جات الهليكوبتر هبطت ودات الجيش ديال لابوليس تاعكم ولا العسكر ديالكم وراحوا. تهبل فيا دوك تحكي انت قدامك ما حاربتش يا اسماعيل. الحرب قدامك ما حارب تحكي يا اسماعيل. تستحترم الحوار يا اسماعيل. واش جاب شي لكل ذي مقام مقال. السيد راه يهضر لك على المساعدات وراه يهضر لك على الحروب. كاين عباد عندهم باك شغل ماشي عندهم القنطه من الجزائر. كي تحكي هو الجزائر ما داروا والو، سمحنا والو، حنا نبدلوا العالم ما نرجعوا والو. تسمع غير المغرب المصطلحات والمفردات نتاع يا خو هذيك الرجله وهذيك خليها. هذا راه انسان غير جيش المثقفين. عندك هنا الله يبارك عمر العثماني يهضر معك بلغه عربيه فصحى. الفلسطيني كيقنعك باللغه العربيه فصحى وانت داخل يا خو يا احترم الحوار. كون حضاري شويه اخي الحبيب. الناس راها هنايا كتناقش ما جاتش تدابز. خاصك تكون شويه يا الرأي يحترم والفكرة تناقش يا اسماعيل. خطيك مديك يا خو. جاوب يا اسماعيل. كي يعطيك السؤال قال لك احنا عندنا مقبرة نتاع السوريين في قنيطرة فيها شهداء كانوا في الحرب اللي دارت في اكتوبر. انت خصك تجاوب وصافي. جاوب ولا الا ما قديتش تجاوب تليق تنسحب. ولك الكلمة سي كمال، لك الكلمة اخي الحبيب، واستسمع للتدخل ديالي المباغت.
واخا شوف لا، ربيع، نحن لا لا انا نسيت كانت انا نسيتك. ربيع. عندك الله يبارك عندك. صبر ربيع. كمال باش ننظم واخا الحرب غنعطيك تفصل. الكلمه اخي السوري. لما كنتكلموا وكنطرحوا واحد السؤال، يعني ما تخرجناش على الموضوع. سولني انا، راك لما سولتيني على المغاربه عطيتك المعطيات، لما سولنا السوري ما خرجش على الموضوع عطى المعطيات، سولنا الاخ الفلسطيني عطى المعطيات. فكيف بك انت كجزائري اولا نقاشك بدا بالتجريح والقذف في اللاجئين السوريين اللي هم فارين من بطش بشار؟ يعني ومنين رد عليك ولينا سولناك على القضيه الفلسطينيه وليتي تقول لي حق سبته ومليليا. نحن نناقش هنا المساعدات لهؤلاء الشعوب الذين تدعون انكم تساعدوهم. كيف اننا نخرجوا على الموضوع ندخلوا في سبته ومليليا؟ ماذا يعرف الفلسطيني ولا السوري على قضيه سبته ومليليا؟ يصبر. غادي نعطي لك. شوف عصام، شوف انت غادي تتكلم من بعد آية الله، ومن موراك غادي يتكلم الفلسطيني، ومن بعد غادي يتكلم رابيل الا خرجتي على الموضوع غادي نهبطك ونطلع جزائري اللي غيناقش باحترام. حنا ما كنجرحوش فيكم. غيهضر آية الله السيد عمر، غيهضر السيد عمر وغتكلم موراه انت عصام. تمام اخي العزيز. لما نتكلم عن حرب ال 73، حرب الكرامه العربيه، حرب الثأر العربيه ب 73، المغاربه شاركوا. 73 عفوا. نعم ب 73 حرب الثأر العربيه. ارسل جلاله الملك الحسن الثاني رحمه الله 6000 مقاتل من ثكنة قصر السوق سابقا اسمها الحالي الرشيديه، وارسل لواء مدرعات يضم اكثر من 130 مدرعه بين ناقل الجنود ومدفعيات ومدافع ذاتيه النقل وثابته. وجاء معهم قرابة 700 مجاهد مغربي، ليسوا جنود لكن مجاهدين، وهذا على لسان ضباط، وهو أحد جدي كان ضابط ومشارك معه. ودخل المغاربة في حربين، حرب قمة جبل الشيخ وكان اسمها كسر عظام أو تكسير عظام، وحرب القنيطرة، مدينة القنيطرة السورية اسمها صولة الفرسان. حرر أول من دخل قمة جبل الشيخ الاستراتيجية التي تطل على 3 دول وهي لبنان وفلسطين وسوريا، أول من دخلها وغرس الراية الفلسطينية والسورية والمغربية هم الجنود المغاربة. وأيضا مدينة القنيطرة السورية شارك فيها المغاربة وهم من حرروها، أول من دخلوها هم المغاربة، بينما كان الجيش السوري وصل إلى بحيرة طبرية على حدود فلسطين. لكن جاءت أوامر الخيانة من المقبور حافظ الأسد الذي خان الجيش العراقي والجيش السوري والجيش المغربي، خانهم وهو عميل إسرائيلي، وجاءت الطائرات الإسرائيلية قصفت الجيش المغربي والجيوش العربية العراقي والسوري. ولكن صدام حسين رحمه الله أرسل سرب من الطائرات وأنقذ ما تبقي من الجيوش المغربية. ويوجد مقبرتين أخي العزيز، صحح معلوماتك كمال، مقبرتين، مقبرة جنوب دمشق ويوجد فيها مغاربة، ومقبرة مدينة في القنيطرة السورية اسمها مقبرة الشهداء المغاربة. موجودة مقبرتين يوجد فيها جثث وشهداء المغاربة. بينما على الجبهة المصرية عزيزي الكريم، على لسان صاحب الأرض الشاذلي وهو رئيس أركان الحرب المصرية، قال بأن الجزائريين وصلونا بعد الحرب. هذا هو صاحب الأرض يتكلم، مش أنا اللي عم بتكلم، هو صاحب الأرض وأنا أصدق صاحب الأرض، هو الذي تكلم في ذلك. أنا لم أكن في الجبهة المصرية، هم المصريين اللي قالوا كذلك، هذا هو قائد الحرب المصرية على الجبهة المصرية. ويوجد الفيديو على اليوتيوب، ادخلوا وشوفوا، اكتبوا السيد الشاذلي ماذا تكلم عن دعم الجزائر، قال وصلونا بعد الحرب، بعد انتهاء الحرب. نعم شكرا السيد عمر. عصام لك الكلمة. لي أنا. نعم. صح. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبدأ بخويا السوري. خويا السوري، حبيت نقول لك حاجة. احنا من 1990 لل 2000 عشرية السوداء اللي كنتوا تحكوا عليها مقبل هكذا، خسرنا 200 ألف شهيد. برقوا لي نتوما شحال عندكم في الثورة هذه اللي كنتوا ديروا فيها، شحال عندكم من شهيد، شحال مات من الواحد؟ هذه الأولى. الحاجة الدوزيام يا أخي كريم، مليون و800 بكذب. أخي كريم، السؤال الدوزيام هذا سؤال دوزيام موجه ثاني للسوري، ليكو للسوري في زوج. نتوما
فاش قلقتكم كي الجزائر بعثت مساعدات لسوريا؟ يا اخي ما بعثتش سلاح، بعثت مساعدات، اعوان حمايه مدنيه. وكيما راكم تقولوا نتوما خيم مقطعين، معليش نورمال فيها والو يا اخي، ماشي سلاح هكذا. نزيدو خويا هذا خويا فلسطيني ماقري، على بالي باللي ماشي فلسطيني، وهذا راك تقول سوري ماشي سوري. نتوما بيناتكم راكم دايرين لي كونت هكذا، فهمتني يا واسمك كمال؟ وانت فرنسي يعني، انت فرنسي يعني، أنا- انت من الناس أنا انت فرنسي يا انا ما صاحبي. بسمح لك ولا بسمح للي أنا خلفك يعطيني جنسيه انا غير معليش جنسيتي. فرنسي صاحبي. انت شوف كيف فرنسي يطلق. ودمك فرنسي اصلا، لانك بتخون اسمع، الناس. شو انت لو كنت شو محترم ما كيف بتعطي راك الناس مبذول؟ جنسيات على راك حسب مبذول، مزاجها. شد لك فترة المايك. عانك واحد شد مثلك لك يعطينا شد لك جنسيه المايك. فلسطيني غصبا عن راسك. يا ربك فلسطيني غصبا أنت عن راسك وعن راس فرنسا اللي ماشي جابتك. فلسطيني، انت مروكي، انت فلسطيني غصبا عن مغربي. راسك. ليسونسيال. تحية عمي تبون الاخ وتحية شنقريحة. هذه قتلتونا بهذا تحية عمي تبون، يحيى عمي تبون اسيدي معليش. المهم الجزائري كيف ما كان الحال ناقش الفكرة، ربما ينتحل شخصية ناقش الفكرة. انتحل انت شخصية مصري وطلع ناقشني هنايا ونشوف واش غادي نقول لك انت جزائري. انتحل شخصية ديال واحد الشعب سوري عراقي لبناني كما كان وطلع ناقشني هنا. كنتكلموا بالحقائق بالأدلة. رغم أنك تنتحل أي شخصية فحجتك ضعيفة. كل من يدافع عن النظام الجزائري فحجته ضعيفة. نحن هنا نتكلم بالحجة والدليل. غادي نشوفوا جزائري واحد اخر ونتمنوا من الله عاوتاني ما يخرجش عاوتاني يبقى يقبل لي بهذه يحيى عمي تبون وعمي شنقريحه اللي دايرين له الطاسه ديال الحديد فوق راسو في فرنسا. واخا سيدي سي انا كمال سي كمال كمال نعم. اتمنى من الاخوه يوصلوني للالف لحتى افتح لهم كاميرا افرجيهم الباسبور والهويه السوريه اذا يحبوا يعني يتاكدوا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. اخيرا طلعت على جال المغالطات تاع حرب اكتوبر برك. امم تحب زيموجي 5 دقائق. نابلس